لان احتفاله بوظ المباراه كلها. حدث مشين في تاريخ الدوري المصري. هذا الحدث لو صنف هيبقى رقم واحد في الإشانة وعدم المسؤولية واللامبالاة وقلة الأدب والعيب. محدش قال له عيب. يعني شكل حضرتك هيكون ايه قدام زوجتك واولادك لما يشوفوا منظر زي ده؟ يعني شكل حضرتك انا مش عارف. هو كده عادي؟ لو كده عادي ماشي، لو كده عادي ماشي. يعني انا اي حد من حقه ان هو يرفع دعوة قضائية على هذا المنظر المشين وياخد حقه بمعنى اصح، لان مش هياخد حقه لوحده، هياخد حق ملايين المصريين بتتفرج عبر الشاشات. لان المنظر ده منظر فاضح ومفيش حد علق عليه ومفيش حد اتكلم ولا طلع قال لك كاني ولا ماني زي ما بيحصل وزي ما حصل مع كهربا، ودققوا قوي في الكلمه والصوت وجابوا محل الاصوات وعملوا له حكايه وروايه و12 مباراه ومليون جنيه غرامه. وايه هو عمل ايه؟ هو عمل ايه؟ انا مش عايزك اتجاوز في الفيديو، انا مش عايز اتجاوز في الفيديو. ويعني هو كهربا عمل ايه عشان كل الغرامات والعقوبات؟ 12 مباراة أقوى عقوبة مرت على تاريخ الكرة المصرية. 12 مباراة دي يعني شيكابالا باللي عمله، بالمنظر المشين اللي عمله خارج مصر كلنا فاكرينه في ماتش السوبر، ما خدش 12 مباراة ولا خد الغرامة دي كلها. إنما كهربا عشان هم أساءوا الظن بالكلام اللي هو قاله مع جمهور النادي الأهلي، إذ كان قاله كمان ادوا 12 مباراة ومليون جنيه. الفعل ده مفيش حد اتكلم عليه ولا علق عليه. الفعل ده اللي احنا شايفينه ده، قله الحياه والتجرمه اللي احنا شايفينها دي، مفيش حد اتكلم عليه. هو ده لاعب منتخب مصر؟ هو ده لاعب منتخب مصر؟ لا حول ولا قوه الا بالله.